من العموم هنعمل مع بعض النهارده فتة الحمص اللبنانية زي ما الكتاب بيقول. انا اكلتها مرة لما كنت في بيروت ومش ناسية طعمها لحد دلوقتي. هقول على طول بسم الله في الوصفة. عندي هنا معلقة سمنة على زيت وفيها فصين مستكة. هنزل ببصلة مبشورة عليها رشة فلفل اسود، وهسيب البصلة تدبل عندي وتاخد لون فاتح، مش عايزاها تاخد لون غامق. عندي دبلت هنزل باللحمة المفرومة. السوريين بيعملوها من غير لحمة، اللبنانيين بيعملوها باللحمة المفرومة. طبعا الكمية تقديرية حسب عدد أفراد أسرتك. المنكهات اللي عندي كزبرة ناشفة وجوز الطيب ورشة قرفة ورشة كبابة صيني وتوم بودرة وبصل بودرة وبهارات لحمة، وكمان الملح عندي حسب الرغبة. هسيب بقى اللحمة تتعصج عندي ونكمل بقية الخطوات. اللحمة عندي اتعصجت وهطفي عليها النار خلاص. نيجي لخطوة العيش المحمص. ده عيش شامي مقطعاه كده بالمقص مكعبات متساوية. عندي هنا طاسة حاطة فيها بتاع نص كوباية زيت زيتون. ممكن تستغني عن الخطوة دي وتعمليه في الاير فراير بمعلقة زيت او تحمصيه في الفرن، بس دي الاصلية بتاعتها ان يبقى النكهة معمول في زيت الزيتون. انا هحمره اوريه لكم في الاخر ونكمل بقية الخطوات. نيجي لخطوة الحمص. انا كنت سلقة حمص عندي ومفرزاه في الفريزر للطوارئ. هاخد كده حوالي كوبايه كبيره، والميه بتاعه الحمص هحطها على النار وهحط فيها نص معلقه ثوم مفروم واسيبها تغلي. نيجي لاهم خطوه عندي الصوص. عندي 3 كوبايات زبادي عليهم نص كوبايه طحينه وعصير ليمونه كبيره ومعلقه ثوم مفروم والملح حسب الرغبه، بس اعمل حساب الملح اللي محطوط في اللحمه المعصجه، وكمان رشه فلفل اسود. هخفف كل ده بحوالي كده كبشه صغيره من ميه الحمص. العيش عندي متحمص، حطيته في طبق التقديم. هصب كده الشوربه عليه كبشتين كده الاول، بعد كده هحط برده شويه حمص وهحط جزء من صوص الزبادي وافضي اللحمه المفرومه، واخر حاجه هفضي صوص الزبادي على الوش. دي حركه اختياريه، شويه كده مكسرات لو مش متاحه مفيش مشكله، وتزينيها بالبقدونس لو عندك رمان، بس انا للاسف الرمان مش متاح عندي. كده هتاكلوا احلى فتة حمص لبنانيه في حياتكم. بجد اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.